أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة مع النور. وزي ما بنقول دايما إن كل بيت محتاج سند، محتاج كلمة تطمنه وقت الخوف، وكل علاقة في حياتنا محتاجة كلام يحسسها بالأمان. الكلام مش مجرد صوت، الكلام نور ينور الطريق، جسر يربط بين قلبين، وفي لحظة بنحس إن في حاجة جوانا بتنده علينا، حاجة مش مفهوم مصدرها ولكن واضحة جدا. ده مش صوت العقل ولا الصوت عادي، لكن هو ده السر اللي لو تعرفنا عليه هنشوف النور ما كناش شايفينه قبل كده. في حياة كل واحد فينا عنده باب بيدخل منه للنور، بس أغلبية الناس بتدور عليه بره. في الحقيقة إن النور الحقيقي بيبقى من جوه. علشان كده سمينا البرنامج رحلة مع النور، مش مجرد اسم ولا عنوان برنامج، لا دي رحلة داخل القلب، رحلة في العمق، رحلة في السر. كل واحد فينا ليه شمس، دور على شمسك، لكن لو لقيتها جايالك خلي بالك، امسك بنورها في ايديك واسكن في دفاها. النور طريق للروح والقلب، قبل خطوات بين العبد وبين ربه، سر لا يكتشف إلا من طهر قلبه. النور مش شعور لحظي، النور حالة وعي، حالة صدق مع النفس. والنهاردة هنفتح الباب. يعني إيه كلمة سر؟ إزاي نفهم النور الحقيقي؟ مش محتاج نجري وراه في الدنيا، لا، محتاجين نعرف المكان اللي بدينا منه، اللي هو الداخل. وبشكركم النهاردة وبشكر حضراتكم، وأرجوكم اعرفوا السر الداخلي. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، قليل من عبادي الشكور. ضيفنا النهاردة يساعدنا نقرأ المعاني صح، ويشاركنا الفهم والمساحة اللي في القلب. خليني أرحب بضيفي النهاردة الأستاذ عبد الحليم علي، الباحث المعرفي الديني. أهلا بحضرتك في البرنامج. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. في البرنامج بتاعنا اسمه رحلة مع النور. في البداية لو قلنا النور، حضرتك ممكن تقول للسادة المشاهدين إزاي النور يقدر يساعدهم في الرحلة بتاعتهم؟ وسبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وخلق الأكوان خلقه من نوره الشريف، من ما نور شاء ذاته. الله. فأصل رحلة النور هي أول الخلق. الله. فربنا سبحانه وتعالى تجلى بنور من نور ذاته وخلق منه الخلق. فأهل الله وأهل المعرفة يقولوا النور ده هو سيدنا النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. والسلام. لأن الحديث الصحيح رب العزة بيقول في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. وحضرة سيدنا النبي أهل الله وأهل المعرفة لما بيقولوا حضرته بيقول: كنت نبي وآدم بين الماء والطين. إذن حضرة سيدنا النبي هو النور الإلهي اللي تجلى به الله على الأكوان وخلق من هذا النور كل شيء. ما شاء الله. فده حديث صحيح. فإذا أصل رحلة النور هي أصل بداية التكوين وأصل الخلق. فالخلق كله هو من نور الله. ولكن مين فينا يدرك هذه الحقيقة؟ صعب. هي مش صعبة، هي سهلة جدا. ازاي بقى؟ سهلة لأن الإنسان في الحديث القدسي رب العزة بيقول: من عرف نفسه، أو في الحديث فقد عرف ربه. يعني إيه من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ لأن هو إحنا من أصل النور في الخلق. فمن عرف نفسه عرف ربه. عشان كده أهل الله العارفين يقولوا: إذا غابت فيك شمس نفسك أشرق فيك نور ربك. إذا لو عرفنا نفسنا على الحقيقة هيبان فينا سر النور. طب ازاي نقدر نعرف نفسنا على الحقيقة؟ في آه. ناس ممكن تتوه ما تعرفش نفسها، لكن مم. لما تكتشف النور بتاعها الداخلي اللي هو مصدره إلهي من نعم. الله سبحانه وتعالى بيسهل عليها الطريق. فحضرتك ممكن تقول لنا ازاي نقدر نعرف طريقنا للنور؟ ده سهل برضه. برضه ليه؟ حضرتك بتسهل كل حاجة النهاردة. لأن الإنسان بطبعه إنسان. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهو خليفة الله وهو في كل النور. فبس هو اللي بيعطل الإنسان فعلا هي الدنيا، وطبعا الشيطان والعياذ بالله كعدو. فإذا والسر من أسرار الحياة نفسه هو، لأن هو بيعادينا عشان ربنا يخلينا دايما نرجع إليه. فالإنسان فينا لو عرف نفسه هيعرفها إزاي؟ ففي أحد العارفين يقول: بالحب عرفت نفسي وبنفسي عرفت الله. يعني احب كل حاجة فيا، أيوة. واحب كل حاجة ربنا مديهاني حلوة او وحشة. هو السر كله في الحب. الحب، الحب. في الح والب.
في حرفين. يعني ايه برضو الحب؟ هي كلمة سهلة، ده حقيقة، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى وحضر سيدنا النبي يقول لنا في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. يعني السر في حب سيدنا في النبي. الحب وحب كل شيء، لأن اللي يحب سيدنا النبي ايه، هيحب كل شيء هيحب كل حاجة. طبعا. إذا ليه برضه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لم تسع في الحديث القدسي: لم تسعني سمائي ولم تسعني أرضي وسعني قلب قلب عبدي عبدي. المؤمن. أدي الله فينا جوانا. والآية والسورة رب العزة يقول في القرآن: واعلموا أن إن فيكم فيكم رسول رسول الله. الله. إذا فينا رسول الله ورب العزة متجلي فينا، إذا النور على الحقيقة فينا. بس هنا انا هاخد حضرتك فاعلموا ان فيكم رسول الله. نعم. عشان اتحقق ان فيا رسول الله نعم. لازم في البداية ابتدي اعرف نفسي وابتدي ارجع لاني انا مخلوق ربنا خلقه وكرمه. بالظبط. فبالتالي هبتدي افهم لو عرفت وتيقنت ان اعلموا ان فيكم رسول الله، دي حاجة كبيرة جدا. طبعا. هي برضو تبان ازاي او تيجي ازاي؟ اهم حاجة تيجي ازاي. تيجي ازاي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا عشان نعيش زي ما قال مولانا امام الشعراوي بين كلمتين. الامر لله كله بين كلمتين: افعل ولا تفعل. دي هنعمل الأوامر خير. الإلهية، الاوامر الحرام والحلال. بالظبط، اوامر ونواهي. طيب الانسان فينا هيعمل كده، ممكن يعني يعجز والظروف والحال وي وي وي، ولكن في قلبه حب يجبر ده كله، يغطيه. ليه؟ لأن الحب فعلا هو الإيمان على الحقيقة. الإيمان. يبقى إذن أنا كل أفعالي الظاهرة هي العبادات والمعاملات مع الناس. طيب أنا عباداتي عبارة عن إيه؟ علاقة مع الله، ملهاش علاقة بالبشر. أصوم لله، بصلي لله، كل الخمس أزكي فروض، الخمس أركان. فبالتالي أنا لما بعمل أركان الدين دي حاجة بيني وبين ربنا، يبان منها للناس المعاملة، حسن معاملتي مع الناس. الإيمان نور في القلب اللي هو السر بقى، ما يظهرش. ده اللي بندور عليه النهارده، اللي بندور عليه سر النور الإلهي. بالظبط، هو الإيمان اللي هو الحب. فبالتالي ما يظهرش للناس إلا بالأخلاق. إذا ما تكلمنيش في الدين غير إن أنا أشوف أخلاقك ومعاملاتك. أخلاقي مع الناس، أخلاقي بالظبط. مع نفسي، مع أخلاقي كل شيء. مع كل شيء. مع كل شيء، حتى مع الحجر، حتى مع الجمال. ليه؟ لأن ربنا بقى في رحلة النور الأولى لما خلق الأكوان عشان تكون هي مقر للخليفة اللي هو الإنسان، الأرض والسماوات. يبقى الإنسان هو المعمول له ده كله عشان هو اللي فيه السر وهو اللي فيه النور. ما هو ربنا خلق الأكوان لينا، للإنسان. سخر الشمس بالظبط. وسخر القمر، كله شيء لينا. إذا لما ربنا يجعل هذا الخليفة اللي هو بيحبه، عشان كده في الحديث القدسي رب العزة سبحانه وتعالى بيقول بذاته الشريفة: يا عبدي بحقي عليك إني أحبك فكن لي محب. يعني ربنا بيتودد إلينا وبيتحبب إلينا وهو العظيم. فإذا إحنا لازم يعني نفهم يعني إيه إن أنا يكون فيا حب. والحب هو عبارة عن إيه؟ ما هو دي حاجة في القلب، هي حاجة في القلب. أستاذ عبد الحليم، أنا آسفة بستأذنك نطلع فاصل ونرجع تاني إن شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع أستاذ عبد الحليم عشان نكمل رحلة النور. احنا عايزين نكمل رحلة النور اللي ابتديناها. نعم. هي برضه رحلة النور في أصل منشأ الأكوان والتكوين، إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأرض، كل الأرض عشان الإنسان الخليفة، اتضح إن سر النور كله في مصر. ده السر الكبير. ده السر الكبير ودي البداية. ليه؟ لأن حتى كانت النتيجة ونهاية رحلة النور إعلان افتتاح المتحف الكبير. فهنا في أزمة في اللي قاعد يشوشر. القدماء المصريين ما كانوش وثنيين، ده احنا اصل الدين عندنا. سيدنا ادريس هو اللي وضع قواعد الهرم. بالتالي اذا اثار المصريين هي اللي شاهده على التاريخ على النور، لان النور هو العلم، هو علم. الحضاره المصريه عجز العالم ان يعرف صح. كيف تمت. واذا ده ما بيكونش الا باخلاق وبعلم وبدين ومدد من الله. فعشان كده اهل الله والعارفين قالوا ان سيدنا ادريس مصري، وهو اول من تلقى من الله من الانبياء، من اول من خط بالقلم وتلقى العلم والكتابه والصنعه. اذا اصل مصدر العلم مصر، ومنتهى العلم كنور علم اعلان افتتاح المتحف. ليه؟ ايه السر؟ فمن المصادفات العجيبه قريت كتابين
عندي حب قراءة كتاب فجر الضمير وقصة العلم لجورج كراوسرز وجيمس هنري بريستيد، أمريكان. فواحد بيتكلم عن قصة العلم، فمتتبع رحلة العلم هي والنور، لأن العلم هو النور، متتبع العلم في الأكوان بالوثائق، فلقى مصدر العلم مصر بالوثائق. طبعا مصر الحضارة الأولى. بالدليل صاحب الأخلاق اللي هو قصة فجر الضمير بالأخلاق، لأن مصر هي منبع الضمير، هي منبع الضمير للعالم. فلقيت عبد الرحمن الأبنودي بيقول أغنية بيغنيها محمد ثروت، بيقول مصر هي أول نور في الدنيا، شق ظلام الليل، النور من هنا والخير من هنا، لأسكت أنا وما أقولش وعيد. ويجي في حتة يقول ولو ملت كده الدنيا تميل، يبقى مصر هي ميزان الكون، لأن هي مصدر نور الكون، علم ودين ومعرفة. عشان كده ليها اتصال مباشر بأقداس الله على الأرض، القدس كقدس ومكة المكرمة والمدينة. مصر كاملة هي الوادي المقدس، مش الطور بس. فمصر كاملة وادي مقدس يعني إيه؟ هي اللي تربط بين أقداس الله، فهي الحامية بالعلم والنور بمدد الله. ما شاء الله. وده سر من أسرار التكوين، ده سر النهارده اتعرف في برنامج رحلة مع النور. آمين. هكذا كمان الإنسان لما ربنا جعله هو الخليفة، فطبعا جميع السادة الأنبياء جم بإيه؟ بنور الله، هو علم الله. وخاتم الأنبياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول لنا لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذا سيدنا النبي هو أصل نور الله، من أصل ذات نور الله. عشان كده في صلاة أحد السادة العارفين: اللهم صلني على النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. فسيدنا النبي هو أصل النور. ففي سر لو عرفناه في بداية أصل فهمنا للقرآن، يتفتح لنا سر حبنا للنور مباشر من نور رسول الله، اللي هي أول آية نزلت على حضرة سيدنا النبي: اقرأ. فاقرأ يعني إيه؟ احنا بناخدها كلمة بسيطة، ده اقرأ يعني العلم، يعني نور الله، يعني اقرأ يعني اتعلم، يعني اشهد. اشهد نور الله. فهنا في ملحظ وحاجة يعني يكاد تكون يعني ما وردتش كتير قوي، ان العلماء الدين خدوا كلمة ما لسيدنا النبي لما بيقول لسيدنا جبريل ما أنا بقارئ، فحضر سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي اقرأ، فسيدنا النبي بيقول ما أنا بقارئ. هنا خدوها أهل العلم ما أنا بقارئ نافية، لا هي مش نافية، بدليل ان سيدنا جبريل ما هوش جايب حاجة سيدنا النبي هيقرأ منها، صح، ما فيه، ما عندوش ألواح أو ورق ولا. ما أنا بقارئ استفهام، ما أقرأ، لأن الاستفهام باللغة العربية ما أقرأ، ما أنا بقارئ، إيه اللي هقرأه؟ ما أنا بقارئ ما أقرأ. ثالث مرة اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا هنا حضرة سيدنا النبي قرأ بإيه؟ فتحت له الحضرة الأزلية أزلا أبدا، فشهد كلام الله مشاهدة. فهو المشاهدة إيه؟ هي نور الله المتجلى على سيدنا النبي بالمشاهدة. عشان كده إحنا مفروض ندرك، عشان ندرك الحب، يتفتح قلبنا بالحب ويبان لينا حقيقة النور. هيبقى مش قراية سطور، لا، ده هي حب بيفتح لنا هذا الباب. قراية الحب حضرتك تقدر تقول، ولا قراية النور؟ يعني أنا كمشاهد دلوقتي إيه اللي ممكن يفيدني في الخطوة بتاعتي إن أنا أعرف سيدنا النبي أكتر؟ أيوة، هي برضو تاني الحب، بمعنى الحب رجعنا تاني لأول الحلقة، لازم الحب. بمعنى أنا مثلا طبيعي أنا بحب في الدنيا أشياء، إنسان بيحب إنسان هيرتبط بيها، بيحب شيء، بيحب كل شيء. ربنا أودع في قلوبنا الحب. دي دعوة حلوة جدا للسادة المشاهدين، إن هم يبتدوا دلوقتي يحبوا نفسهم، يحبوا بالزبط. كل حاجة، أولادهم، الشغل، أبتدي بالحب. أنوي نية النهاردة على الحب، على الحب بالظبط. ليه؟ لأن هي مش حاجة صعبة، لأن كلنا بنحب طبعا، كل واحد بيحب، كلنا قلبنا بيدق، كل قلب شغال. طب القلب ده اللي هو فيه ربنا وفيه سيدنا النبي، لو حب يتعلق بالنور. أول لما تيقن إن أنا أعلم إن فيكم رسول الله، لازم أحب، لازم بالزبط. الحب يبقى في كل جسمي. تمام. هنا برضو الحب ليه كحب؟ هنا أهل الله يقولوا إن الحب ده هو الدرجة السابعة. ليه أنا هحب؟ لأن مقام يعني سيدنا إيه الدرجة السابعة؟ بالظبط. لما قام سيدنا النبي من السادة الأنبياء في حضرة رب العزة، هو حبيب الله، هو حبيب الله.
فسيدنا موسى بيقول لرب العزة في الحديث: يا ربي أنا كليمك. قال: نعم يا موسى، أنت كليمي وكليمي يتمنى رضاي، ولكن محمد حبيبي وأنا أتمنى رضاه. إذا هنا مقام الحبيب، ربنا هو اللي بيقول له عايز رضاه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يبقى هو ده الحب. الحب هنا بيتسبق بشوية بحاجة، إن أنا بيبقى ليا ميل اللي هحبه، للشيء اللي هحبه، وبعدين هوى، وبعدين ولع، وبعدين أبقى غرام بيه أو نازل فيا إلى أن أصل إلى درجة الحب. ده سر عجيب عشان أعمل الود. طيب خلينا نقول للسادة المشاهدين يبتدوا خطواتهم ازاي في الحب. نعم. الحب في حديث، وحتى سيدنا المسيح له مقولة جميلة مالية الكون: الله محبة وعلى الأرض السلام. ستنا مريم وسيدنا المسيح، ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول في القرآن في الآية: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هي دي المقصود مصر. فإذا هنا كانت مكان هنا عشان ستنا مريم هي أم النور، لأن هي أم روح، أم روح الله. فهنا لينا علاقة كمصريين، وده سرنا، إن إحنا عشان لينا محبة من السيد المسيح ولينا حب لحضرة سيدنا النبي، فالحقيقة سهل علينا الحب، سهل جدا، مفيش مشكلة، مفيش. ولذلك ليه رب العزة لما بيقول في القرآن في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ليه ربنا قال المودة ما قالش الحب؟ لأن الحب في قلبي غير مطلع عليه، ولكن امتى يظهر؟ لما يمشي على الرجلين بالمودة. يبقى المودة هي ايه؟ انا اعلم ازاي ان انا بحب مكان، بحب شيء، ان انا ابدا اوده، اروح له، ازوره. عشان كده واحد يقول له واحد او يقول لوالدته: يا امي انا بحبك، تقول له ما ودتناش. المودة هي الحب لما يتجسد. بعد ما اكون في المودة يدخل المحب الحقيقي في حاجة العشق، في التعشق مع اللي بيحبه. ولينا دليل حتى في قيس وليلى، وربنا جعل القصة دي ليه؟ ما هي دي دليل الحب الحقيقي، ان هو فنى الحبيب في محبوبه. حتى لما جات له ليلى، وقصة مشهورة، فمن كتر حبه في ليلى فقال لها: اغربي عني اني انا ليلى، يعني بقت في تكوينه. يبقى اذا الحب هو التوحد مع المحبوب، يعني النور ياخدنا للنور بالظبط. يبقى النور هيتعشق لاصل النور. ليه؟ لان جوانا نور. فهو بس لو ظهر بالحب يتعشق قلبي في اللي انا بحبه، هو الله، هو سيدنا النبي، هو ابني، هو المحبوبه، هو اي شيء. اذا سر الحياه قايمه على الحرفين دول، الحاء والباء. هو ده النور، وهي دي رحله النور، هي رحله الحب في الاكوان. ولذلك الحب اللي عشان كده اهل الله، واحد من اهل الله يقول: وبالحب عرفت نفسي وبنفسي عرفت الله. ليه؟ لأن الله هو المحبوب الحقيقي، وأهل الله وأصحاب الأديان هم أهل الحب الحقيقي، هم اللي بيعلموا الناس الحب. عشان كده سيدنا النبي يقول لنا في الحديث الصحيح: أحب الله من أحب حسين. شوف هنا بقى، أحب الله بالماضي قبل أنا ما أحب. أحب الله من أحب حسين. يبقى أنا هاخد حب الله مجرد أن أنا أحب سيدنا الحسين. وللاسف يجوا ناس يقول هنا ده شرك، ويقول هنا حرام عليهم. لا ده حفيد النبي. حرام، عطلوا الناس، حرام احب حفيد عن النبي، الاتصال بالحب الحقيقي. بس في ناس، عشان دي بره بس حلقتنا، في ناس بيبقى عندها تصرفات هي اللي بتخلي الناس تقول ده غلط. لكن حب سيدنا النبي، حب آل البيت، حب السادة الأنبياء، حب الأنبياء، ده حاجة جميلة. ده سر الحياة. هو ليه؟ ده هو سيدنا النبي بيدينا معيار. هو ده برضه مرتبط بايه؟ ان مصر اصل التكوين في النور، في رحله النور. حضرتك عايز تقول ان احنا يا بختنا ان احنا مصريين، وان وان سهل علينا ان احنا نحب، لان آل البيت عندنا في مصر احنا رحبنا بيهم، رحبنا بستنا زينب، رحبنا بكل آل البيت. يعني مصر فاتحه قلبها لكل. واول ما كان وطئته قدم ستنا مريم وسيد المسيح كان مصر. هي مصر، صح. وهنا رحبت بكل من احبها. والقرآن مش تاريخ، ده القرآن حضرة آنية، يعني هم لازالوا موجودين فينا، حاضرين معانا. اذا الحب هو ايه بقى؟ ان الحبيب اللي هي رحلة النور، ان الحبيب يبقى ظاهر في حبيبه.
اللي هي من غابت فيه شمس نفسه أشرق فيه نور ربه. يبقى مين اللي في المحطة؟ ما هو الحبيب، عليه الصلاة والسلام. هو الحبيب. عشان كده هي دي حقيقة رحلة النور. وذاك عجبني اسم البرنامج، عشان كده قلت لحضرتك ده هو الاسم نفسه، هو العلامة على البرنامج كمان. لأن هي فعلا كل حاجة في الكون هي رحلة نور. الحق رحلة النور، الإخلاق رحلة نور، فكل التعامل حاجة رحلة نور، كل حاجة هي الوعي، نور. كل حاجة فعلا. العلم في النور، كل شيء نور. الله هو القائم في كل شيء، في كل حاجة، في كل تكوين. يبقى هو أصل رحلتنا وأصل حقيقتنا، لأن دي اللي هنرجع منها، جينا كنور وفيها هنرجع للنور. فربنا سبحانه وتعالى يعني الإنسان اللي بيتوجه بقلبه بصدق بيتفتح له كل حاجة، لأن هو ده الحب. وده حضرتك بياخدنا في ان احنا نروح للرحلة مع النور في نقلة تانية. نعم. لما ربنا يفتح عليا وابتدي اعرف ان اعلموا ان فيكم رسول الله، وابتدي اعرف ان جوايا النور، ساعات بيشوش عليا. نعم. والشيطان بقى مش هيسيبني في طبعا. حالي، بالظبط. يرجع يقول لي اللي بتعمليه ده غلط، لا ده صح، ده نعمل ايه بقى ساعتها؟ يعني دلوقتي الحمد لله رحنا المحطة ان احنا ابتدينا نعرف نفسنا ونوينا النية وعملنا كل اللي نقدر عليه ومشينا في الطريق. بس الطريق ما بيبقاش سهل. لا مش سهل. اللي يسهله قوي ويبعد شيطان ويبعد كل الاشغال ان انا احضر قلبي. هي المشكله بس ان احنا بنتشغل عن قلوبنا بالحياه، بقيه الجوارح، نتشغل في ان انا نشوف وان انا اعرف وان انا، انما لو قلبي كل شويه معايا حاضر، اغذيه بايه قلبي ده؟ هي لازم يكون ذكر الله والصلاه على سيدنا النبي. عليه الصلاه والسلام. ذكر الله والصلاه على سيدنا النبي. ودي حاجه لا بسيطه إله إلا الله وسهله. اللهم صل على سيدنا النبي. حاجه سهله جدا اقولها وانا بشتغل وانا ماشي وانا قاعد. ليه؟ لان مداومه الذكر والصلاه على سيدنا النبي هي اللي بترفع عني وتبعد عني اي شواغل. بتعمل لي زي ما يكون حطيت سد منيع وبتمسح كل حاجه بمنتهى البساطه. ولذلك الصحابي اللي قال سيدنا النبي بيقول يا رسول الله اجعل ربع وقت الصلاه عليك، او لغايه ما وصل معاه اجعل كل وقتك يكفيك همك. فاذا هنا الصلاه على حضره سيدنا النبي وتمجيد السيد المسيح، عشان احنا كمصريين فينا الحب حقيقي، فينا الحب متاصل. وعلى فكره علامته اللي كانت واضحه جدا بالذات امبارح واول امبارح لما قالوا المتحف المصري لان اتقفل، يعني خلاص ما بقاش فيه طاقه استيعاب من كتر عدد ما شاء الله كان امبارح كومبليت. طب هم اللي راحوا دول رايحين لايه؟ دول اغلبيتهم كانوا مصريين. رايحين لايه؟ ليه؟ حب ورؤيه ونور. هي دي الرحله اهي. هو رايح لايه؟ هو رايح يعمل حاجه؟ ده محبه وحب. ايه اللي جذبه؟ ما شاء الله الاجانب كتير قوي عندنا دلوقتي. ما شاء الله بيقولوا ده حوالي 11,000. ما شاء الله. ما شاء الله. ففي الايام اللي فاتت دي كلها المتحف وصل لطاقته القصوى لدرجه توقفوا. هم برضو رايحين ليه كمصريين؟ هنا حد سأل حد دينه ايه؟ لا. حد سأل انت فين؟ انت مين؟ جاي لا. ليه؟ يبقى اللي جاذبهم كلهم حب. ورايحين لايه؟ لفخر وافتخار بان احنا اسياد العالم. زي ما قال الرئيس في افتتاح المتحف ان احنا اول دولة في التاريخ. صح. على فكرة دي حقيقة وما هيش فيها يعني زيادة ولا حاجة، لا. وبالتاريخ اللي احنا النهارده عرفناه وان احنا مصريين، ختامنا هيكون ان السر مش محتاج انه يكتشف ولا محتاج حد يظهره. انت محتاجة بس وانت محتاجين تعرفوا ان السر ده داخلي. السر هو سيدنا النبي، السر هو حب الله، السر ان انتوا تعرفوا يعني ايه كلمة سر، السر ان انت ممكن تنور اي مكان انت هتكون موجود فيه. ومع رحلتنا النهارده الرحله مع النور، بشكر استاذ عبد الحليم اللي شرفني نورني، وان شاء الله استناكم في الحلقه القادمه في رحله مع النور. كانت معاكم انجي دهشه.